تواريخ، اسماء، معادلات، كلها بتختفي عشان كلها شويه كلام بلون واحد. مخ عايز صور، رسومات، دياجرامات. فين كل ده؟ ثانيه واحده، جات لي فكره. حتى التكنولوجيا اكيد دي مؤامره معموله على النمط بتاعي. اكيد بتوع القرايه والكتابه عاملين عشان يجيبوا درجات اعلى مننا. موضوع النهارده هو احد اكتر الانظمه المثيره للجدل في مجال التعليم كله، اللي ممكن يكون بيضره اكتر ما بيفيده، وهو الفورك سيستم، اللي على اساسه بيقسم الناس لاربع انماط تعلم: فيجوال، اوديتوري، ريدنج رايتنج، او كاينستيك، متعلم بصري، سمعي بالقراءه والكتابه، او عن التجربه. ايه حقيقه الكلام ده علميا؟ ازاي بدا واتشهر كده لدرجه انه بقى بيدرس في كليات زي الطب مثلا؟ ده جزء من اللي هنحاول نعرفه النهارده. معاكم سيف احمد يمني، طالب في كليه طب اسكندريه، ويلا بينا. في بعض المدارس بينزل المدرسين في دول اوروبا استبيان المفروض يحددوا فيه نمط التعلم المفضل للطلبه بتاعتهم، اللي المفروض على اساس الانماط دي يحسنوا من طريقه تدريسهم ليهم. وفي كليه الطب مثلا هتلاقي النظام ده بيدرس كجزء من الحاجات اللي هتساعدك كطبيب تتواصل مع المريض بتاعك وتشرح له الحاله بتاعته والادويه اللي المفروض ياخدها. أكيد نظام بالعراقة والانتشار ده تتوقع إنه بدأ مثلا بتجربة على 1000 طالب، قعدوا يعلموهم ويقيموا بقى بعد كده أدائهم ودرجاتهم. بس في الحقيقة مش ده اللي حصل. قصتها بتبدأ في الثمانينات مع نيل فليمنج، اللي كان في الوقت ده مشرف على عدد كبير من المدارس الثانوية في نيوزيلاند. ولاحظ حاجة غريبة جدا، إن في بعض الأحيان في طلبة ما بتفهمش من مدرسين شاطرين قوي، ولكن لما بيجربوا يسمعوا الشرح من مدرسين أقل منهم في الخبرة والأداء بيفهموا كويس عادي. وبس كده عمل الموديل بتاعه بناء على إنه منطقي. شفت الدنيا في التعليم سهلة إزاي؟ أما الانتشار بقى فليه أكتر من سبب، وبالمناسبة التجارب على طلبة مش واحد منهم. السبب الأول هو لأنها ببساطة منطقية جدا. في ناس عندها زي ما بيقولوا أذن موسيقية، وناس تانية كويسة قوي في حفظ الخرايط والأماكن. ولكن هوضح ده ليه ملوش علاقة قوي بأنماط التعليم قدام. السبب التاني هو إن الفترة دي كانت عصر انتشار أي نظرية بتأكد إن البشر مختلفين المفروض تتعامل مع كل واحد بطريقته الخاصة، زي ما شفنا مثلا في الفيديو اللي فات مع فكرة إن يبقى في مثلا حد نص مخه المهيمن هو اللي بيحدد هو منطقي أكتر أو مبدع أكتر. طبعا النظرية اللي فاتت دي مش بنفس شهرة الموضوع اللي معانا النهاردة، ولكن لسه في ناس بتصدقها لحد النهاردة. صور ودياجرامز، إيه الجمال ده كله؟ وبس كده. حد عنده أسئلة؟ السؤال في المحاضرة دي بجد أجمل حاجة شفتها في حياتي، خلتني أكتب حتى ملاحظات جامدة جدا. ملاحظات جميلة. ما شاء الله يا فؤاد. أنا عارف إنك لسه فاكر إن في حاجة اسمها أنماط تعليم، بس خليني أقول لك إن التعليم مش مجرد ألوان. التعليم هو إنك تفهم المعلومات وتقدر تطبقها وتقارنها بمعلومات تانية. لو جينا نتوقع إيه اللي المفروض يحصل حاليا، المفروض نجيب طلبة نقيم نمط تعليمهم وبعدها ندرس لهم كلهم بنفس الطريقة. بعضهم هيبقى بالنمط اللي هو بيحبه، والبعض التاني مش هيبقى نفس النمط اللي هو بيحبه، وفي الآخر نقيم أدائهم بامتحان. لو كان في فرق درجات كبير بين المجموعتين يبقى النظرية صحيحة. لو الفرق ما كانش كبير يبقى النظرية المشهورة جدا دي مش مظبوطة. والحقيقة ما لقيتش أجمل من بحث اتعمل من أحد دكاترة جامعة سوانسي في إنجلترا، يا رب أكون منطق اسم الجامعة صح، اللي جمع فيها كل الأبحاث عن الليرنينج ستايلز في قاعدة بيانات بابميد و ERIC في فترة زمنية معينة عشان يقيموا. وملخص بحثه هو إن الأبحاث اللي قيمت مبدأ أنماط التعلم بشكل صحيح عن طريق إنها تجيب طلبة تعرف نمط تعلمهم وتدرس لهم بعد كده تمتحنهم وتشوف الدرجات، كانت بتطلع نتائج سلبية. غير التجربة المصغرة اللي عملها اليوتيوبر فيريتاسيوم في الشارع، بأنه بعد ما عرف نمط دراستهم وراهم 10 صور المفروض يفتكروها ومجموعة تانية 10 أسماء. والناس اللي افتكرت رقم كبير كان بسبب انهم عملوا قصة بالكلمات او استخدموا طريقة حفظ معينة، مش بسبب خالص نمط تعليمهم. اما بقية الابحاث اللي لقيتها بتتكلم بشكل كويس عن انماط التعليم بشكل عام كانت كلها عبارة عن حاجات مش بتقيم النظام نفسه، ولكن كان بيشوف نسب المتعلمين بكل نمط، يعني مثلا 30% سمعي بصري وهكذا. مش عايز اختص في تفاصيل تقنية اكتر من كده، بس لو اي حد عايز يقرا الابحاث دي كلها موجودة تحت في وصف الفيديو. وندخل في نقطتين مهمين جدا. اولا، مش احنا المفروض مختلفين عن بعض وكل واحد اقوى في نواحي معينة؟ طب ليه ده مش ظاهر في النتائج بتاعت الابحاث دي؟
عشان ببساطه مش معنى انك قوي مثلا في حفظ الالحان يبقى تذاكر الخرايط وعلم التشريح من ريكوردات، لا، لكل ماده في طريقه شرح بتسهلها، وده اللي بيخلي في بعض الاحيان ناس اقوى في انها تفتكر تفاصيل في بعض مواد معينه. يعني مثلا اللي عنده ادراك بصري او مكاني كويس هيبقى اسهل عليه بكتير انه يحفظ تفاصيل الجغرافيا على سبيل المثال. لكن انك تلزق لنمط تعلمك وتحاول تذاكر بالنمط ده كل حاجه واي حاجه وتتجاهل الطرق التانية، ده هو الغلط. وده ياخدنا على نقطتنا المهمة التانية، وهي المشاكل اللي ممكن تسببها الخرافة دي. أول وأهم مشكلة هي إنك تلوم نظام التعليم اللي أنت محطوط فيه لأنه ما قدرش يدرس لك بنفس نمطك، بدل ما تفكر في إيه العيوب في طريقة مذاكرتك أصلا. المشكلة التانية زيها زي أي نظام غير واقعي لتقييم الشخصيات، هيخليك مش عايز تجرب أي طرق جديدة بره النمط اللي أنت فاكر اللي أنت عارفه عن نفسك، على الرغم من الأفضل لينا كلنا إننا نشتغل بأكتر من نمط في نفس الوقت. يمكن أنا فعلا محتاج أجرب أكتر من طريقة، يمكن سبب درجاتي مش إن الدكاترة مش بيراعوا البصريين اللي كنت فاكر إنهم موجودين. فؤاد قرر ينهي إدمانه بالصور، وبعد ما جرب أكتر من طريقة قاعد حاليا مستني النتيجة. أيوة بقى. وكده نكون وضحنا أساس الخرافة اللي بتدرس في بعض الكليات والمشاكل اللي ممكن تسببها. خلينا نأكد سواء كنت مدرس أو طالب، فالأفضل لينا كلنا إننا ندرس بأكتر من نمط في نفس الوقت. وبس كده، أتمنى الفيديو يكون فرق معاكم واستفدت منه. لو استفدت من الفيديو سيب لايك يساعد الفيديو. لو حابب تتابع الفيديوهات اللي هترجع تسمعيها إن شاء الله قريب، متنساش تعمل سبسكرايب. وبس كده، نورت. Subscribe to Dr. C Farm channel. No.